حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل على الإدارة، على اللعيبة، على المدرب، انتوا عملتوا في النادي الأهلي إيه؟ لا لا لا، بجد عملتوا في النادي الأهلي إيه؟ هو ده النادي الأهلي؟ لا لعيبة عندها روح ولا عندها دم ولا عندها شخصية ولا عندها ريحة الكورة أصلا. هو ده النادي الأهلي؟ هي دي اللعيبة اللي بتاخد أقل واحد فيهم 100 مليون؟ هي دي اللعيبة اللي نازلة دعاية؟ امام عاشور اللي مش على امام عاشور بس، امام عاشور اللي راح يفتح مش عارف محل لمراته قبل ما النادي الاهلي يلعب ماتش مهم زي ده. ولا صلاح الدين اللي ما تعرفوش هو بيعمل ايه مع اللعيبه اصلا، ولا ضاغط على اللعيبه ولا بيهزر معاهم ولا بيعزمهم ولا بيعمل ايه. محمود الخطيب اللي بيتعالج بره ربنا يشفيه بس بيتعالج بره ومش فاضل النادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ اللي بينظم دورات رمضانيه. ياسين منصور اللي طالع مهتم بالشركات بتاعته ما يعرفش حاجه عن النادي الاهلي. خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي اللي مسافر بره ما مش شايفينه بقالنا يجي شهرين. لعيبه اداره كلها احنا مش شايفين واحد فيهم. فين الاداره؟ لا لا بجد فين الاداره؟ احنا مش شايفين غير سيد عبد الحفيظ. فين بقى بقيه الاداره؟ محمود الخطيب فين؟ ياسين منصور فين؟ خالد مرتجي فين؟ فين الناس دي كلها؟ لا لا بجد فين الناس دي كلها؟ لما ما مشيناش المدرب. لما ما مشيناش المدرب وعطانا له هياخد 9 مليون دولار ما ياخد 9 مليون ويغور. لما ما مشيناش الناس دي كلها. خسرك كم مليون دولار بسبب ده كله. طلعك من دوري الابطال، طلعك من الدوري، تخرجك من المنافسه على الدوري. ممكن الله اعلم هتلعب دوري ابطال السنه الجايه ولا لا. طلعك من ان انت هتلعب سوبر. يعني محى شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيخسر من بيراميدز 3-0. 3-0 من بيراميدز. ويا ريت ب 3 يعني 3-0 وانت حاولت. انت ما حاولتش. لا ده انت ما عندكش اي حاجه تقدمها. ده انت ما عندكش اي جديد تقدمه. ده انت ما فيش. لا لا بجد ما فيش. هو ده النادي الاهلي؟ هي دي لعيبه النادي الاهلي؟ فاكر ايام علي معلول، فاكر ايام حسين الشحات لما كان بيبقى اساسي، فاكر ايام عمرو السوليه، فاكر ايام اكرم توفيق، فاكر ايام اللعيبه دي كلها. فاكر ايام رامي ربيعه، لعيبه كانت بتاخد مبلغ قليل بس كانت بتديك في الملعب. فاكر مارسيل كولر اللي احنا رميناه بالازاز عشان طلعنا من دوري الابطال من نص النهائي وكنا خربين الدنيا في الدوري. فاكر مارسيل كولر اللي رميناه بالازايز. ده المدرب ده لحد دلوقتي ما عملناش معاه. لحد دلوقتي ما ترماش بازاز. المفروض يترمي بانابل ما يترميش بازايز. لا لا الازاز ما تعملش معاه حاجه. هتقضي معاها زي حاجه. الازاز ده سباك هياخد الازاز يرمها او يبيعها. ده مدرب سباك. سباك مين؟ والله السباكين بيفهم اكتر منه. سباك مين ده بس؟ لعيبه مين؟ زيزو. لا زيزو انت عارف زيزو ايه؟ زيزو بيعمل كده. التسريحه تمام. لا لا كده هاخد ال 100 مليون. قالوا لي لو التسريحه لو شعرك ما بصي وانت بتلعب ال 90 دقيقه هتاخد ال 100 مليون، لكن لو شعرك باظ مش هتاخد فلوس. هو ده زيزو. ياسين مرعي بيترمي على فيستون مايلك ده. تعمل له انت هتخمه؟ اقطع الكوره. اقطع الكوره. ياسر ابراهيم اللي اتصاب ربنا يشفيه، لكن انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ احمد نبيل كوكا، محمد هاني، اللعيبه دي انتوا جايبينها منين؟ ولا انتوا جايين منين وعلى فين ولا فين مودي؟ فين مودينا فين ولا مش ادي؟ لا لا بجد لا بجد احنا يعني من كتر الانتقاد ما بقناش لاقيين كلام نقوله. والله ما بقينا لاقيين كلام نقوله. نادي الزمالك اتعادل مع انبي قلنا فرصه واللعيبه هتحس على دمها وهنعمل قدام بيراميدز ماتش كويس. بدانا 10 دقائق قلنا خلاص. اتفرجنا على ال 10 دقائق الاولى قلنا لا 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 النادي الاهلي رجع كده. اول ما اتفرجنا على 10 دقائق الاولى قلنا اللعيبه حست على دمها. قلنا هنجيب جون ومش عارف ايه والدنيا خربت والحماس واكلنا. قلنا الشوط الاول خلص. قلنا مستوانا انخفض شويه بس هنرجع في الشوط الثاني ندوس عليهم. رجعنا في الشوط الثاني اتداس علينا ب 3-0 واللعيبه ما فيش. فاكر كده النادي الاهلي ايام ما كان بيجي فيه جون التعادل، يعني احنا كنا بنبقى فايزين ويجي فيه جون التعادل كان النادي الاهلي يرد لحد ما يفوز لو في اخر ثانيه. وانت كاهلاوي اتحداك ان ما كنتش بتثق في النادي الاهلي ان هو يجيب الجون في الدقيقه 90 زمان. ما كنتش بتستنى كده علي معلول يشوط كوره من بره، ما كنتش بتستنى عمرو السوليه يشوط كوره من بره، ما كنتش بتستنى اللعيبه دي كلها تجيب اجوان في الدقيقه 90. ده اللي ما بقاش موجود في النادي الاهلي دلوقتي. ليه ما بقاش موجود؟ لا اللعيبه بتاخد فلوس اقل. ده سقف الرواتب بقى في السماء. ده انت اقل واحد عندك زي ما بقول لك بياخد 70 مليون وبيبقى زعلان ويقول لك انا مش هلعب وما بيسافرش مع الفرقه. انا بكلمك في ايه بس؟ اكلمك في ايه ولا في ايه؟ اكلمك دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ اصلا الكلام ده كله عدى. المدرب لو انت مشيته دلوقتي هتدفع 6 مليون دولار. يعني مارسيل اسمه ايه ده يسترب. لو انت مشيته دلوقتي هتدفع له ال 5 مليون دولار او 6 مليون دولار. وفي نفس الوقت المدرب اللي هيجي يلحق يعمل ايه؟ احسن قرار كنت خدته قبل ماتش الترجي كنت جبت عماد النحاس. عماد النحاس خرب الدنيا مع المصري يا جدع. ده فاز على سموحه اللي انت فزت عليها بالعافيه. فاز على سموحه عماد النحاس. وعطل لك بيراميدز عماد النحاس. مش عارف فاز على مين عماد النحاس. عماد النحاس مسك فرقه المصري كانت فرقه تعبانه. مسك المصري قلبها فرقه فابريكا. مسك الفرقه بص غسلها غسيل ومكوى وطلع لهم فرقه كده محترمه. فازت على سموحه اتعادلت مع بيراميدز اللي انت مسحت بكرامتنا الارض. بيراميدز اهدي. بيراميدز مسحت بكرامتنا الارض. شفنا عماد النحاس عمل معاه. مش هفضل اقول لك كل حلقه يا ريتنا كنا رجعنا عماد النحاس. ما انت لازمتك اداره وانا اللي جاي اقول لك اعمل كذا واعمل كذا.
يعني انا دلوقتي كواحد مثلا بعمل فيديو على اليوتيوب، هاجي اقول للاداره اعمل كذا واعمل كذا، ما انت لازم تكافئ، ما انت بتاخد فلوس، لا ما انت شغال في النادي الاهلي، لا انت لازم تكافئ النادي، لازم تكافئ النادي. مش عارف يا جدعان والله العظيم بقت حاجه تقرف، حاجه تقرف بجد. لا لا، مش ده النادي الاهلي. لا لا، مش ده النادي الاهلي حرفيا. اول قرار بدايه من الموسم الجديد مش اللعيبه اللي تمشي، مش اللعيبه اللي تبدا، مش يعني ده اول قرار، مش القرارات اللي بعد كده اللعيبه خليها بعد كده. اول قرار رحيل محمود الخطيب، رحيل ياسين منصور، رحيل خالد مرتجي. شوف اللي انا بقول لك عليهم دول، لانهم ما لهمش دور دلوقتي في النادي الاهلي. الناس دي كلها هتمشي بره النادي الاهلي، وبعد كده نبدا نتعامل. هتقول لي مين اللي هيجي؟ حسام غالي. حسام غالي كان عنده حق في اي حرف قاله. حسام غالي قال لك الناس اللي شغاله في النادي الاهلي في اداره النادي الاهلي شغاله كلها بالواسطه، وده اللي حاصل. انتوا كلكم شغالين بالواسطه، بالواسطه، ولو مش بالواسطه غوروا. ما هي مش ناقصه قرف، انتوا لو مش شغالين بالواسطه لا غوروا، مش عايزين حد فيكم. خلاص، اصل نقطه انتقاد اللعيبه دي عدت، دخلنا في نقطه في نقطه مش هنتكلم لغه عربيه مش ناقصه، دخلنا في نقطه انتقاد الاداره اللي احنا زهقنا بقى، قلنا هندعم الاداره ومش عارف ايه، لكن كل مره مش قادرين. فزنا على سموحه بالعافيه، قلنا لا لا فزنا، خلينا ورا النادي الاهلي، طالما في 1% ان احنا ناخد الدوري، ولسه في، طالما في 1% ان احنا ناخد الدوري نفضل ورا النادي الاهلي لحد ما ناخد الدوري، وبعد نهايه الموسم نبقى نتكلم بقى هنعمل ايه هنعمل ايه. لكن ده انت خليت مدرب خرجك من كاس مصر بفضيحه قدام ويل اللي بيلعب في الدرجه الثانيه، فضيحه. قلنا لا لا عادي عادي، كاس مصر سهل. خرجك من دوري ابطال بفضيحه قدام الترجي، لاول مره في التاريخ الترجي يكسبك رايح جاي بفضيحه. قلنا سهل نصبر على الدوري، مع ان انا كنت قايل ان احنا نغير المدرب قبل ماتش الترجي. لا لا، قلنا سهله يا عم، عديها، عديها سهله، نركز في الدوري وبدايه الموسم الجديد ان شاء الله نمشي المدرب. لا، المدرب عمل فضيحه تانية، يخسر من بيراميدز. لا لا، انت بجد شخصيتك، انت فين بيودي على فين؟ فين شخصيتك؟ مفيش شخصيه يا جدعان. هو ده مدرب؟ هو ده مدرب؟ ده لو مسك مكان والله لا اعمل فرقه احسن من كده. ده انا اغسل اللعيبه واحد واحد، هشطفهم قبل ما ينزلوا الملعب. عملوا كده في الشوط الاول، هغسلهم في الشوط الثاني. بديل لي بديانج. انا قلت لك هيبدا بديانج في الحلقه بتاع امبارح، قلت لك هيبدا باليو ديانج. بدا باليو ديانج، طب ما تبدا برمضان وامام عاشور؟ لا، نزل لي زيزو وطاهر وشريف. شريف مين؟ ده انا نسيت شريف هذا، والله نسيت ان هو بيلعب اصلا. هو بيعمل ايه يا شريف؟ ولا شفته في السوميلي؟ في السوميلي اللي طول الموسم بقى له 20 لعب 20 ماتش، سجل في ال 20 ماتش 3 اهداف، جه سجل قدامنا احنا بس هدفين. لا لا لا، بجد فضايح يا جدعان، فضايح النادي الاهلي، فضايح. عندنا حلقه بكره عن ازاي النادي الاهلي يعيد ترتيب اوراقه. ان شاء الله نعمل حلقه بكره ازاي النادي الاهلي يعيد ترتيب اوراقه. فلو وصلت معايا لحد هنا، صلى الله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله نشوف النادي الاهلي في افضل حال بعد ما نمشي الاداره دي باذن الله في نهايه الموسم. واشتركوا في القناه واعمل لايك. سلام.